الناس اللي عايشين برا مصر وخاصة في الدول العربية عارفين الشاي الكرك، نوع من أنواع المشروبات السخنة الهندية. طعمه حلو جدا وريحته كمان حلوة جدا. ما كانش بيعدي عليا يوم إلا لما أشرب كوباية شاي كرك، سواء أنا بقى هعمله في البيت أو لو خرجت كده لأي مشوار برا البيت برضو أشرب كوباية شاي كرك. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كيكة بنكهة شاي كرك، طعم وقوام وريحة حلوة جدا جدا، وهتطلع معاكي هشة وخفيفة قوي، ومعاها كمان كوباية شاي كرك كده سخنة وحلوة قوي. في المجمل الطعم جميل جدا. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. بس لأول مرة بتشوفيني أنا رحيب، ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد بقدمه. أول حاجة هنعملها مع بعض هي الشاي الكرك. حلة حطيتها على النار وضفت عليها نص كوباية من السكر. أنا هكرمل السكر علشان يديني لون حلو جدا للشاي. أول بقى ما السكر كده يدوب من الجوانب هقلب فيه لحد ما يدوب تماما. في المرحلة دي هضيف كوباية كبيرة من المية السخنة، وهقلب كده المية مع السكر لحد ما السكر يفك خالص من بعضه. وبعد كده هضيف عليه بقى 10 وحدات من الحبهان، عود من القرفة، 5 وحدات من القرنفل، هضيف كمان 3 شرايح من الجنزبيل الفريش وربع معلقة صغيرة من الزعفران وممكن تستغني عنها. بعد كده هضيف معلقتين كبار من الشاي، وهسيب بقى كده الشاي الكرك على النار متوسطة لحد ما يوصل لمرحلة الغليان. أهم حاجة في الشاي الكرك هي النكهة بتاعته، لازم الحليب يكون غني كده ويكون كامل الدسم. معايا كوباية من الحليب كامل الدسم، وعلشان أخلي النكهة بتاعته وطعمه أقوى ضفت عليه نص كوباية من الحليب البودر. هقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده أضيف الحليب على شاي الكرك وأسيبه بقى كده على نار متوسطة لحد ما يوصل لمرحلة الغليان. دلوقتي هنحضر مع بعض خليط الكيك. طبق هضيف عليه 3 حبات من البيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، وهضيف كمان معلقة كبيرة من الفانيليا السائلة. ضفت كمان كوباية إلا ربع من السكر، وهخفق بقى البيض والسكر كويس جدا جدا مع بعض لحد كده ما اللون يكون فاتح والقوام يكون كريمي كده مظبوط جدا. بعد كده هضيف ربع كوباية من الزيت، وهضيف كمان نص كوباية من الزبدة السائلة. المكونين دولت مع بعض هيدوكي طعم حلو جدا للكيك وقوام كمان حلو قوي. هقلبهم مع بعض كده تقليبة سريعة، وبعد كده هضيف كوباية من شاي كرك اللي احنا جهزناها مع بعض، وطبعا لازم تكون دافية مش سخنة، وهقلبهم تقليبة سريعة. وبكده خلاص المكونات السائلة بقت جاهزة. هنحضر بقى دلوقتي مع بعض المكونات الجافة. كوبايتين من الدقيق المنخول، وأنا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات. هضيف عليه ذرة من الملح، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من القرفة والحبهان والجنزبيل المطحون. المشهد دوت انا ما صورتهوش، مش عارفه ما تصورش ليه، بس انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا حطيت كل المكونات الجافه مع بعض وقلبتهم كويس جدا جدا مع بعض، وبكده خلاص المكونات الجافه بتاعتي بقت جاهزه. هاخد بقى الدقيق واضيفه شويه بشويه على المكونات السائله. انا عامه ضفته على مرتين، وبين كل مره والتانيه بقلب لحد ما الدقيق يختفي خالص. التكنيك دوت بيطلع معاكي كيكه هشه وجميله جدا. حاولي كمان من وقت للتاني تنزلي كده الجوانب بتاعت الدقيق علشان خليط الكيك كله معاكي يكون واحد. كده خلاص خليط الكيك بتاعي بقى جاهز. انا هستخدم قالب بايركس، حطيت فيه معلقه كبيره من السمنه وهوزعها كده كويس. ممكن تحطي معلقه كبيره من الزبده او زيت وتبدريها بالدقيق، يعني اللي متوفر عندك. وهضيف بقى كل كميه خليط الكيك. مش قادره اقول لك بجد خليط الكيك ناعم وكريمي قد ايه. سويت كده خليط الكيك في القالب بتاعي، وهيدخل الفرن على درجه حراره متوسطه على الرف الاوسط، وقعدت معايا من 35 دقيقه ل 40 دقيقه بالكتير. على بال بقى ما الكيكه تبرد هنحضر مع بعض طبقه الكريمه. كوباية كبيرة من الجبنة الكريمي، معلقتين كبار من السكر البودر، ومعايا كده نص كوباية من شاي كرك، مش هحطها كلها مرة واحدة. وهقلب كده الكريمة لحد كده ما القوام بتاعها هيكون ناعم خالص. أنا كده أثناء التقليب حسيت إن القوام تقيل شوية، فضفت معلقة كده من شاي كرك، وهرجع أقلب كده لحد ما القوام يظبط معايا. كده خلاص الكريمة بتاعتي بقت جاهزة وهو دوت القوام. هاخد بقى الكريمة وأضيفها كلها على الكيك. طبعا الكيكة لونها جميل جدا جدا. هسوي بقى كده الكريمه فوق الكيك بالشكل دوت، وبعد كده زينتها بصوص كراميل انا كنت مجهزاه وحاطاه في التلاجة. طبعا التزيين دوت ذوق شخصي، زينيها بالطريقه اللي تعجبك، بس انتوا عارفين ان انا بحب ازين الكيك جدا بشكل عشوائي. زينتها بالشكل دوت، وفي النهايه طلعت شكلها حلو قوي. هتدخل بقى التلاجة ساعة ساعة ونص لحد ما كل حاجة تكون فيها متماسكة، وبعد كده بقى تقدميها وتقطعيها. مش قادرة أقولك بجد قوام الكيكة جميل قد إيه، وأنا بقطعها كده حاسة بيها جميلة جدا. ارتفاعها مظبوط، مش عالية قوي بس جميلة جدا. الكيكة طعمها حلو قوي وريحتها حلوة جدا وهشة جدا، ولازم تقدميها مع كوباية شاي كرك سخنة. طعم في المجمل جميل جدا. وبس كده وصفة النهاردة خلصت.
أتمنى إن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكِ، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.